أيها الخائن، تسرق من فقراء هذه البلدة. هدر العمدة ضاربا بقبضته على المنصة بينما يتجوع الأطفال. تحتكر الدقيق كاللص. وقف الخباز صامتا يتصبب منه العرق بينما الحشد يصفر بغضب. سأحرق مخبزك عن بكرة أبيه، والله سيحكم عليك عمدة الأحمد لعقود. وكان أهل البلدة يبجلون العمدة أحمد لعقود. كل أسبوع كان يعظ بالعدل من ساحة السوق، لكن اليوم خطبته استهدفت بكيرة الخباز الذي أطعمت أفرانه المئات حتى حل الجفاف. انتظر قبل أن أخبرك بما حدث بعد ذلك. إذا كنت تحب أمك فاضغط على زر الإعجاب واشترك الآن فورا. أشار العمدة بإصبع مرتجف نحو الخباز. انظروا إليه. بينما كان أطفالكم يتجوعون قتل جشعه طفلا بالأمس. لقد احتكر الدقيق. وقف الخباز متجذرا في مكانه صامتا يتكون العرق على جبينه. عيناه مثبتتان على الأرض المغبرة. هدر العمدة. أيها الحراس، خذوا هذا اللص اسجنوه حتى يعترف بجرائمه. تقدم حارسان مادين أيديهما نحو الخباز. قطع صوت امرأة الهواء. توقفوا. شق طريقها عبر الحشد المذهول حاملة سجلا ثقيلا. كانت ابنة العمدة محاسبة البلدة. أبيه والله أبي، والله أبي. سجلاتك هنا. دفعت الكتابة نحو الأمام. إنها تظهر اسمك على كل شحنة من الدقيق المحتكر. لقد بعته خارج البلدة مقابل الذهب بينما كان الناس يموتون. ألقت الكتاب عند قدميه. ارتفعت شهقة جماعية. استدار الحشد كجسد واحد. تحولت الوجوه من الغضب إلى الصدمة والغضب على العمدة. نمت الهمهمات لتصبح صيحات قبل أن تنكشف الحقيقة. من هو الشرير الحقيقي هنا؟ الخباز المتهم أم العمدة المحترم؟ علق بتخمينك. تعثر العمدة إلى الخلف من المنصة وجهه يفقد لونه. لا أنا ظننت أنه لن يكتشف أحد. انسابت الدموع على وجهه. أمسك بصدره وانهار على الأرض المغبرة يبكي بشكل لا يسيطر عليه. شاهد الخباز وهو يقف طويلا الآن. دموع صمت من الحزن والانتصار تنساب على وجهه.